السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ مشوية في الفرن بطريقة جميلة جدا، ومش هتحتاجي تنزليها للراجل يشويها لك، لان احنا هنشويها في الفرن وهنعمل لها فحم زي عند الراجل بالظبط، وهتكون مستوية قوي وطعمها خطير، يمكن احلى كمان ما بتشتريها من بره. وهنعمل معاها صينية بطاطس، وهنعمل رز بالشعرية، طريقة جميلة وسهلة، وان شاء الله الوصفة تعجبك. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكتر عدد من الناس يستفادوا منه. ويلا بينا نشوف وصفتنا عبارة عن ايه. هنجيب فرخة كبيرة، لأن طبعا الفراخ المشوية ما بتنفعش في فراخ صغيرة، بتكون فرخة كبيرة. هنجيبها ونغسلها كويس قوي، وهنعمل لها التتبيلة بتاعتها، وهي بتكون طماطم مبشورة وبصلة مبشورة، ومعانا الليمون برضو معاها، ومعانا البهارات بتاعتنا عبارة عن ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ وبابريكا، ومعانا بطاطس مقطعينها حلقات متوسطة. هاخد بقى معايا الفرخة في صينية عشان ابتدي اتبلها. هاخد بقى التتبيلة الحلوة بتاعتي دي، اللي هي بشر الطماطم والبصل والبهارات الحلوة بتاعتنا دي، ومعاها كمان ورق لوري برضو عشان يدي ريحة حلوة للفرخة. احنا برضو طحنينه معاها. وهبتدي ان انا اجلس الفرخة كلها واحشي بطنها بالحشوة دي، وتحت الجلد اهم حاجة بتحطي تحت الجلد على قد ما تقدري من الحشوة دي، ومن الظهر بتاع الفرخة وقلبها، وبتسيبيها شوية كده، يعني ممكن تقدري تسيبيها نص ساعة كده تتشرب من تتبيلتها. هسيبها كده على جنب وابتدي اشتغل في البطاطس. عندي الصينية هحط فيها سمنة، واحط البصلة المبشورة، وابتدي ان انا اشوح البصلة كده على خفيف، وبعد كده هبتدي احط البطاطس بتاعتي معاها، برضو هشوحها البطاطس معاها. وبعد كده هبتدي ان احط البهارات بتاعتي، عبارة عن ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا عشان اطعم بيهم البطاطس. هبتدي ان انا اشوحها كويس قوي، وبحط لها معلقة صغيرة بس كده من صلصة الطماطم او معجون الطماطم، لان طبعا كل اللي في الفرخة هينزل معايا في البطاطس. بعد ما شوحتها كده طبعا تعتبر ان هي ابتدت تدخل في السوا وهي بس لسه نية. هبتدي بعد كده اجيب برطمان واحط فيه مية. البرطمان ده كده وزن لي الفرخة عشان هي كبيرة، انا ما عملتهاش في ازازة، تقدري تعمليها في ازازة لو انتي عايزة. وبعد كده بحط الفرخة فيها بقعدها كويس قوي، وبكمل بقية التتبيلة اللي كانت في الصينية بحطها عليها. بعد كده بدخلها الفرن، بولع الفرن من تحت والشواية، وبقلبها شوية، يعني بلف الصينية لغاية ما بتبقى بالشكل ده قدامك. وطبعا هي مستوية وريحتها مش قادرة اقولك على جمالها. بس احنا مش هنكتفي بكده بس، لا، احنا هناخدها بقى بعد ما هي اتشوت معانا هنعمل لها الفحم عشان تبقى مشوية على الفحم حقيقي. جبتها معايا وجبت فحمة وسخنتها قوي، وبعد كده هاخد نقطة من الزيت وابتدي ان انا احطها عليها علشان تديني ريحة شوي الفحم بالظبط زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هقفلها كويس قوي وادخلها في قلب الفرخة علشان ريحة الشوي دي تبقى جوه في الفرخة زي ما انت شايفة كده، وهضغط عليها علشان تدخل لجوه، وهقفل الفرخة كويس قوي. بعد ما اتأكدت خلاص كده ان الفحمة خلاص تعتبر الفرخة اخدت الريحة، بطلعها. وبعد كده بحط البطاطس زي ما انت شايفة كده. البطاطس طعمها جميل جدا لانها واخدة من طعم الفرخة، كل اللي نزل من الفرخة نزل في صينية البطاطس. وده بيكون الشكل بتاع عملنا رز بشعرية. ويا رب يكون الفيديو عجبك، وما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وإن شاء الله أقابلكم في فيديوهات تانية.